بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا قناة مها من اكلات ويوميات مها. يا صباح الجمال، يا صباح الخير والرزق والبركة كمان. وهنبدأ يومنا كده بالصلاة على النبي ونخش نشوف هنعمل ايه في الفيديو النهاردة هنعمل الخبيز، وكان من احب الفيديوهات لقلبي كمان. الفيديوهات دي يا بنات كمان بتدينا طاقة كده ونشاط وحيوية بقى، وتقومي تحطي ايه كل نشاطك وحياتك كده في العجين، وتلتي العجين وتعجيني وتخبزي وتملي بيتك خير. كان زمان محدش، كان زمان يعني ايام مثلا امام قبل بقى الطابونات والحاجات دي كلها، كانت الناس لازم كل يوم على الله كده تصبح الصبح اول حاجة تعملها تحمل فرن ونعجن العجين ونشوف هيمشي يومنا ازاي. لكن دلوقتي بقى ايه يعني قليل اول واحد بقى يعجن ويخبز زي الاول. طبعا بقى من ساعة ما نجيب عيش من الطابونة والحاجات ديت، فبقت مش حاجات ضرورية كل يوم زي ايه زمان. لكن صراحة ريحة الخبيز كده وريحة العيش في البيت بتبقى ريحته جميلة جدا. انا كده خلصت العجين وهنغطيه بقى يخمر لغاية ما نشوف هنعمل ايه مع بعض. كنت جايبة شوية خضار كده، وهقول لكم بقى كان خيار، وكنت جايبة كمان فلفل اخضر وبتنجان اسمر. وكمان كنت بوريكم الشطة الحمراء دي، كانت حراقة جدا يا بنات، يعني هتبقى حلوة قوي لو حطيتها في المش، وكانت جامدة كمان. وكنت جايبة موز وكمان بطاطا وجزر وشوية يعني مشتريات كده من السوق. وطبعا زي ما انتوا عارفين الاسعار نار نار نار، ربنا يعافينا ويحفظنا. وكمان بقى انتوا عارفين زي ما انتوا متعودين معايا، انا هبدا ايه على ما العجين بتاعي يخمر اكون كمان عملت الغدا بتاعي. اكله النهارده شتويه وجميله جدا. طبعا الشتاء داخل بقى ولازم ندفي نفسنا. هندفي نفسنا ايه بالخبيز وريحه الخبيز والدفى بتاع الفرن. وكمان هنعمل الاكله المتينه الحلوه. كمان هعمل معاكم النهارده عدس في عيش طري. هنعمل عيش طري وهنعمل عدس، ممكن نقمر رغيفين ونعمل كمان شوربه عدس. بس صراحة احنا بنحب نغمس كده بالايه باللقمة، يعني بالذات في العدس. اللي عايز تسقية عدس انا بعمله عادي، ما فيش عادي يعني. المهم اقول لكم بقى انا عملت ايه. جبت العدس كده وغسلته كام مرة، لانه بيطلع يا بنات كده مادة فيه لازم تتغسل مرة واتنين وتلاتة. وكمان هحطه في الحلة، وحطيت عليه جزر، وهحط عليه بصل وتوم وطماطم وفلفل اخضر. اي حاجة عندك، اي خضار عايزة تحطيه وعايزة ولادك ياكلوه ما بياكلوش، حطيه مع العدس، مش هيبان وهيبقى طعمه حلو جدا. وكمان هنحط بطاطس. عندك ممكن تحطي كوساية، عندك مثلا تحطي قلنا جزر وقلنا بطاطس وقلنا، وممكن تحطي سنة يعني حتة بنجر صغيرة هتديله لون حلو، وكمان فيها فايدة حلوة. يعني اي خضار انت عايزة تحطيه حطيه، بيعلي القيمة بتاعته كمان وبيتقل كمان، وبالذات البطاطس يا بنات بتقل القوام بتاع العسل. يعني ممكن شوية عسل صغيرين خالص تعملي حلة بسم الله ما شاء الله من ايه من الخضار طبعا والحاجة اللي تحطيه فيها. طبعا انا مولعه النار وحطيت الحله وهنبدا يعني على بقى العجين ما يخمر اكون خلصت الايه. كنت كمان عينت الخضار في التلاجة وكده. وكمان هنبدا نعمل الغدا، يبقى على ما العدس يستوي وكان بس قطعنا العيش، على ما اخلص خبيز يكون طبعا العدس خلص كمان. وكل ده في وقت واحد. ممكن بقى نشوي بتنجان. وطبعا هقطع بقى بصل وحاجات من العدس بيحب الحاجات ديت. ممكن تقلي بطاطساية جنبه، ممكن حتة جبنة على طماطم. يعني بتحرشي الأكلة كده وتخليها طعمها حلو. عارفين بقى الشتا وجمال الشتا ويعني عايزة تتدفي هتاكلي حاجات بقى من الحاجات السخنة الحلوة ديت. وشوية شوربة ممكن تشربيهم كده سخنين، يا سلام مقولكيش على الدفى اللي انت هتبقي فيه. وكمان لقيت الطماطم هنا قليلة فخلصت وقمت جايبة طماطمتين كمان حطاهم. مش عندك طماطم حطي كيس صلصة عادي. في الوقت ده بقى يا بنات خلصت على سيبته بقى العدس على النار يستوي براحته. وكمان هنوطي عليه ونسيبه لغايه ما يستوي براحته خالص. وهبدا اقطع العجين. بسم الله ولا حول ولا قوه الا بالله، ما شاء الله العجينه جميله جدا وكمان لونها حلو قوي. وكمان يا بنات انا نسيت اقول لكم ان انا بدات احط في العجين او في الدقيق دقيق ذره. انا صراحه ما كنتش بعمله بدقيق ذره خالص، كنت بعمله بس مجرد دقيق قمح والميه والسكر ومعلقه سكر عشان الخميره يطلع معايا بسرعه، وكمان البقعه بتاعته تبقى حلوه. وميه، وبعجنه بميه وخميره وملح وسكر وبس. لكن صراحه بقيت احط دقيق ذره فيه فايده كبيره جدا. وكمان هي بيديله ريحه كده وهو بيتخبز. وكمان بتبقى عامله طب يعني مثلا ساعات بقوم جايبه العيش ده ورق يعني مليناه قوي،
يعني هو كده خلاص هو ماسك نفسه حلو. ساعات بلاقيه عن كده كمان. فعلى ما تقطعيه وتسيبيه يريح، فبي يعني ايه بيلين شويه كمان. تيجي بقى ترحيه على المطرحه بيبقى عامل زي العيش البتاو بالظبط. بيبقى طعمه حلو جدا وريحته حلوه كمان، شكل العيش بيبقى حلو. خلاص انا قطعت كل الكميه بتاعتي اهيت. وطبعا هنبدا نخبز بقى ايه ونخلص العيش بتاعنا. احلى يوم صراحه بجد والله العظيم، ببقى مبسوطه فيه وبقى يعني فرحانه كده، مودي حلو يوم ما بخبز عيش. ريحه العيش كده في البيت، وريحه العيش او يعني بالذات لما تعملي عيش وتلاقيه بقى كده ما شاء الله كلته ما شاء الله ما شاء الله قابل كده وحلو، بتبقي مبسوطه جدا. وكمان ده خير ورزق عندك في البيت. كانت امي الله يمسيها بالخير بقى ويشفيها، وكمان كانت تقول لنا طالما في عندك عيش وعندك ميه في بيتك، يبقى عندك الخير والرزق كله. العيش لو طب عليك اي ضيف في اي وقت عندك عيش هتطلعي مثلا. لو ما عندكيش اكل خالص ممكن تعملي حاجات نواشف كده وهتقضي. ممكن تعملي مع اي حاجه، هتعملي مع فته، هتعملي مثلا تسقيه عدس، هتعملي اي اكل طالما العيش موجود في البيت ده خير ورزق عندك في البيت. والميه طبعا البيت اي بيت ما يستغناش عن الميه. يبقى في الشتاء بقى اهم حاجه كانت بتقول كده الميه والعيش. الغموس ده كان يتقضى بأي حاجة كانت بتبقى الحمد لله، يعني ربنا راضينا وكويس، وكان العيشة ماشية. بس دلوقتي الله المستعان، ربنا يهدينا كده ويشفينا ويكتر رزقنا ورزق بناتنا وعيالنا. شايفين بقى ما شاء الله العيش جميل اهوت قابب وزي الفل، وكمان يستاهل بقكم كمان. هخلص بقى كل الكمية وهنروح نشوف العدس استوى ولا لسه. هسيبكم بقى شوية كده مع العيش ده وحلاوته، وشوفوا بقى جماله والبقعة بتاعته ما شاء الله جميل جدا جدا. وكمان انت لو عايزه العيش كله يقب زي ما انت شايفه كده، يعني ايه ما ترقهوش قوي. في عيش انا برقه صراحه جامد عشان ما مش عايزاه يبقى سميك كده، عايزاه رقيق قوي. فدي حاجه ترجع لك انت. ما شاء الله شايفين العيش ما شاء الله الله اكبر. بسم الله ما شاء الله جميل. هنحط بقى بطاطا نشويها في قلب الفرن بعد الخبيز ده ده العاده يعني. هنخبز واحنا في شتا يبقى في بطاطا وفي عيش، هنقوم حاطين البطاطا ورا العيش في الفرن على ما نقوم نشوف غدانا وهنتغدى ايه. كده طبعا البطاطا اتغسلت حلو جدا، وبعدين هقوم رصاها في الفرن واسيبها بقى وهدي عليها النار واسيبها تستوي براحتها خالص خالص خالص. طبعا كنا طفينا على العدس وسبته يبرد تماما لغايه ما اضربه في الخلاط واصفيه. ما شاء الله ما شاء الله شايفين الحلقه اتملت ازاي، وسمك العدس حلو جدا. اللهم بارك ما شاء الله جميل جدا. هضربه بقى في الخلاط يا بنات، وهنبدا اصفيه بالمصفى. ساعات ما كنتش بصفيه بس بدات اصفيه لان مثلا الطماطم بيبقى فيها قشره كده، فبنات عندي ما بيحبوهاش. بعد ما اضربه في الخلاط اقوم مصفيه بالمصفى واعلق عليه. انا ما بحبش اقلي صراحه، يعني معدتي انها تعبانه فما بقليش خالص اي لا تومه ولا بصله ولا اي حاجه. انا بقوم حاطاه على النار واقوم حاطه البهارات بتاعتي ده فلفل اسود وملح، وكمان مرق دجاج لو عندك شوربه استغنى عن مرق دجاج، وشويه كزبره وشويه كمون. انا بحب اكتر الكمون طبعا مفيد جدا، وكمان بيريح القولون. وكمان لو الاكله اللي انت بتعمليها بتعمل انتفاخات او غازات عشان القولون، الكمون بيهدي المساله شويه. هبدا بقى اقلب كده. ممكن تحطي له حته سمنه بلدي، ممكن تحطي له سمنه عاديه اللي انت عايزاه، حته زبده صغيره براحتك خالص. انا بحط معلقه السمنه دي معلقه السمنه بلدي انا كنت مسيحاها. هنحط عليها معلقه هنحط عليها شويه شعريه واحمرها وانزل عليها وانزل في قلب العدس. ما لا بقلي ولا اي حاجه، وبيطلع اقسم بالله تحفه جميل جدا. انا صراحه بدات يعني اقل خالص بقى في التقليه وفي المسبك والحاجات دي. حتى لو خضار انا بعمله ني في ني، ما بقليش ولا اي حاجه. هحمر بقى يا بنات الشعريه كده زي ما انتم شايفين، وما شاء الله لونها ذهبي وجميل. عايزه تكتري عايزه تقللي دي حاجه ترجع لك انتي. لكن يعني طالما سمك العدس عندك كويس ومش مرق قوي او يعني مش سايل قوي، فلو حبه شعريه صغيرين هيبقى حلو جدا. لكن لو عندك مثلا لو غلطتي مثلا وكترت الشوربه بتاعه العدس او طلع مرق منك، فانت هكتري شويه الشعريه فهيتقل معاكي العدس. يعني كده او كده الحل في ايدك انت. انا خلاص نزلت عليها، والصراحه بحب الحركه دي جدا جدا جدا. الطشه بتاعه الشعريه مع العدس بتبقى حلوه قوي. هسيبه يغلي غلوتين اتنين واقوم طافيه عليه وخلاص.
طبعا العدس يبقى عايز بصل، لا اما عايز بصل اخضر، لا اما بصل بقى واقطعه واحط عليه خل وليمون، وكمان ادعكه بالحل وخيار، والعيش بتاعنا الحلو الجميل. وكمان ابقى كده الوجبه بتاعتنا خلاص خلصت. طبعا البطاطا لسه بقى في الفرن، وقت ما تطلع. انا باركل الاكل بتاعي، طعمه جميل جدا وكان يوم جميل جدا. وكمان مرضش امشي اليوم كده من غير ما احللهم بقوم، فعملت لهم جاتو شاتو وكمان صينيه كيكه بالبرتقال، وعملتها كتير معاكم. يا رب يكون الفيديو عجبكم، وما تنسونيش بدعوة حلوة من قلبكم، وكمان لايك وشير يا بنات. اشوفكم بقى في فيديو جديد، وما تنسونيش، ومع السلامة.